تخيل ان انت النهارده عندك برزنتيشن او محاضره او انترفيو مهمه جدا ورايح بعينك زرقاء وشفتك مفتوحه، بس ده مش عشان انت وقعت في خناقه ولا حصل لك حادثه ولا حاجه زي كده. لكن انت كنت بتتمرن بالليل امام ايه وبتحب شراستها ورياضي عندك شغف كبير باللعبه بتاعتك. بس انت الصبح بتبقى بني ادم طبيعي جدا، موظف او صاحب بيزنس او طالب، محتاج ان يبقى شكلك مهندم وراقي. هنا بقى هتكون المشكله، تمرين امبارح اللي انت اتمرنته مش مهتم بالشكل، لكن الاصابات اللي في وشك اللي مش هتخلي عينين الناس تتشال من عليك دي هتحكي قصه انت في الغالب مش هتكون عايز تحكيها للمدير بتاعك. فلو انت في سن ال 18 او صغير في السن هتحس ان مفيش مشكله خالص، لكن لو انت في اخر العشرينات او في الثلاثينات محتاج ان انت تبص للموضوع بطريقه مختلفه. فالنهارده هنتكلم عن ده بالظبط. هل اختيارك لطريق الامام ايه يستاهل المخاطره، ولا الجرابلينج هيكون سلاحك السري اللي من خلاله تقدر ان انت تعيش حياتك عاديه جدا بمسؤولياتك بس تكون بتتمرن كل يوم؟ فمن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا. الام ام بنسميها ملكه القتال، من خلالها بيبقى عندك توازن ما بين السترايكنج والجرابلينج. لو مش عارف الفرق ما بين السترايكنج والجرابلينج، فالسترايكنج هو الرياضات القتاليه اللي فيها الضرب بالايد والرجل والركبه والكوع، ده زي الملاكمه والماي تاي والكيك بوكسنج وغيرها من الرياضات. اما الجرابلينج فهو الرياضات اللي فيها التحام الجسد بالجسد زي المصارعه الروماني والمصارعه الحره والجودو والجيتسو، ودي هدفها ان انت تسقط خصمك على الارض وتثبته وتاخده اخضاع. فالام ام متوازنه ما بين الاثنين وبتقدر تظهر نقط ضعف في كل رياضه فيهم. لو انت بتلاكم واحد بيلعب ام ام ممكن يهاجمك بطريقتين مختلفين، ممكن يضربك برجليه من على مسافه بعيده انت مش متعود عليها، او ممكن يلتحم بيك من قريب قوي وياخدك على الارض ويبتدي ان هو يهاجمك ويضربك. ولو قلنا ان انت مصارع فالمصارعه ما فيهاش خنق، ولو انت بتهاجم واحد بتاع ام ام بحركات المصارعه فلاعب الام ام يقدر ان هو يخنقك وبالتالي مش تقدر تتعامل معاه كويس. فلاعب الام ام لاعب متوازن جدا وبيعرف يستغل نقط الضعف بتاعت كل رياضه في صالحه، ويقدر يتعامل مع كل هجمات دفاعيا ويقدر يهاجم بهجمات خصمه ما يقدرش ان هو يدافع عنها. فيا صديقي لو انت من سن 18 ل 22 سنه، في الحاله دي انت هيكون بالنسبه لك الموضوع سهل جدا ان انت تتمرن ام ام ليه؟ السبب هنا مش بس ان انت تقدر ان انت تتعور في وشك من غير عواقب، لكن اهم من ده كله انت عندك حاجه اسمها نيوروبلاستيسيتي عاليه جدا. النيوروبلاستيسيتي هي قدرة الدماغ إنها تعمل إعادة تأهيل وتنظيم وتشكيل روابط عصبية جديدة، ده بيكون استجابة للتعلم، الخبرات، وبعض الإصابات. يعني من الآخر لو أنت بتتخبط في دماغك بسبب الضربات اللي بتاخدها في التمرين بتاع الام ام اي، مخك بيفقد خلايا وبتموت خلايا عصبية جوه دماغك. الخلايا دي بتتبني تاني من جديد وانت صغير، تقدر ان انت تصلح الخلايا التالفة اللي في دماغك بعد الاصابات والضربات والخبطات المختلفة. فعشان كده مناسب جدا للشباب الصغير ان هم يلعبوا ام ام اي، لان هم بيقدروا يعوضوا التالف من الخلايا العصبية بتاعتهم. حط لي بقى تحت كلمة تالف من الخلايا العصبية دي 100 سطر. ده بيحصل لان الام ام اي فيها جزئية بتاعت السترايكنج، الجزئيه بتاعت السترايكنج دي اللي بيبقى فيها اللكمات والركلات اللي بتيجي في الدماغ، وده معناه ان كل ما بتتخبط في دماغك كل ما خلايا المخ بتتقتل او بتتاذي. ننقل بقى على شخص في اواخر العشرينات او في الثلاثينات بتاعته. انت لما بتتخبط في دماغك بتتصاب زي ما بيصاب الشخص الصغير، بس قدره دماغك على انها تعيد تاهيل تاني الخلايا اللي ماتت دي او تشغلها تاني او تعمل مكانها خلايا جديده اضعف بكتير ومش مضمون خالص. ده طبعا غير ان انت هتتصاب في وشك كتير، هيجيلك كدمات، هيجيلك جروح، وفي الغالب الناس مش هتفهم ان انت بتتمرن او ان انت رياضي او حاجه زي كده. طبعا المجتمع مش فاهم الحته دي، مش فاهم ان انت بتلعب رياضه، ومش فاهم اصلا يعني ايه رياضه، وكل اللي هو فاكره وفهمه انها رياضه عنيفه وهمجيه. وانا عارف ان ده مش عدل، بس ده واقع انت لازم تتاقلم عليه، مش كل الناس هتقدر. طيب لو انت مش تقدر ان انت تتعامل مع الاصابات اللي في الدماغ دي لسبب او لاخر من الاسباب اللي انا قلت لك عليها دي، في حل طبعا. المصارعة والجرابلينج ناقصها طبعا الجزئية بتاعت السترايكنج اللي هي الضربات اللي من على مسافات بعيدة. ولو انت مش قادر ان انت تكسر المسافة ما بينك وما بين خصمك او بتقاتل كذا خصم، ادواتك هتبقى محدودة، لكن انت بتقيد المسألة دي برياضة تقدر ان انت تستمر فيها مدى العمر. الجرابلينج مش هتتعرض فيه للكدمات ولا الاصابات ولا تلف في خلايا المخ هيأثر عليك مدى الحياة. ولو فعلا حصل ضرر في الخلايا الدماغية بتشوف ناس عندها مشاكل في الذاكرة بتاعتها، بتنسى كل 5 دقايق، او عندها مرض باركنسون اللي جه لمحمد علي كلاي قبل ما يتوفى. فالحاجات دي برضو تمنها مش قليل. فنون الجرابلينج مؤثرة وعملية بشراسة، وده بيحصل من غير ما تأذي جسمك خالص. تقدر تتمرن كل يوم بسلام ويكون عندك علم وفن شديد القوة والتأثير برياضات مؤثرة جدا زي المصارعة اللي بتعلمك ازاي ترمي، والجوجيتسو اللي بتعلمك فن الكسر والخنق. تقدر ان انت بين قوسين تقتل زميلك وبعد كده تطلع تشرب معاه قهوة. وتقتله ده مش معناه ان انت بتكسره او بتخنقه بجد، لكن انت بتاخده في الوضعية بتاعت الكسر او الخنق وهو بيسلم، ففرضيا انت قتلته او كسرت له مفصل.
وبعديها خلصتوا تطلعوا بعد التمرين تشربوا قهوة سوا أو تشربوا حاجة، واليوم انتهى واحنا تمام مفيش اي مشاكل. فتنسى بقى قصة خالص ان انت راجع مصدع او بتنزف او محتاج تتخيط، وبتقدر بعديها انك ترجع بني ادم طبيعي خالص لحياتك العادية زي كل البني ادمين، مش خايف من حكم حد جاهل عليك. فالجرابلينج بيديلك شخصية مزدوجة، بالليل بتبقى مقاتل ومصارع شرس جدا، والصبح بتبقى شخصية طبيعية جدا متأقلمة مع المجتمع وماشية بحياة عادية. خد معلومة بقى ناس كتير مش بتتكلم عنها، الجرابلينج يحب الحديد والحديد يحب الجرابلينج. بمعنى ايه؟ الجرابلينج بيخلي تمرين الحديد له هدف وطعم. انك تتمرن حديد في البداية بيكون شيء ممتع، بس بعد تكرارات معينة كل يوم بيبقى شبه التاني بتبتدي ان انت تحس بملل شديد جدا 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 من التمرين. واكيد جربت برضو احساس التريد ميل، قاعد بتجري في مكانك مفيش هدف من الجري غير ان انت قاعد بتركز في نفسك ونبض قلبك والمعاناة اللي انت فيها. فبيكون صعب جدا ان انت تفضل متحمس لما بيكون هدفك شكل او رقم على ميزان. لكن لما بتبدأ جرابلينج القصة دي كلها بتتغير. الجيم بيكون المعمل بتاعك، وبدل ما انت بتلعب ديد ليفت او سكوات انت بتتمرن عشان ترفع واحد وزنه 80 كيلو من الارض. ما بقتش تلعب عقلة 3 في 10، لكن بتقوي وبتجهز مسكاتك وجريباتك انها تتحكم في راجل زيك وبتمنعه ان هو يهرب منك. الجرابلينج بيحب العضل وبيكافئ الشخص اللي جسمه قوي. فلأول مرة في حياتك هتحس ان الجيم ده ما بقاش مهم، لكن هو وسيلة تقدر توصل بيها للهدف الأكبر والأسمى اللي هو الجرابلينج. انت ما بقتش تتمرن عشان جسمك يبقى شكله حلو وخلاص، لكن انت بتتمرن عشان تقدر تتحكم في شخص ضدك، والإحساس ده بيتحول لإدمان بسرعة جدا. بس زي ما كل حاجة ليها ميزة فليها عيب برضه، وعلى قد ما هو أخطاره قليلة جدا إلا إن أنت في الأول بتحس إن أنت مش فاهم حاجة. هو مش سهل زي السترايكنج ده بيتفهم بسهولة، تضرب خصمك في دماغه بالركلة أو باللكمة مفهومة. لكن الجرابلينج بيحتاج إن أنت تفهم استراتيجيات، أهداف، وضعيات مختلفة، محتاج إن أنت تفهمها بعمق عشان تقدر إن أنت تتحكم في خصمك أو تاخده إخضاع أو توقعه. أسهل حاجة في الجرابلينج هو إن أنت توقع خصمك أو تفهم يعني إيه تيك داون، إزاي توقعه. لكن أول ما بتوقع خصمك على الأرض الوضعيات نفسها اللي بنستخدمها على الأرض في الجوجيتسو بتتحول لطلاسم وفوازير. الناس اللي ما عندهاش خبرات وقضت وقت طويل إن هي بتتمرن ما بتفهمهاش. دي المشكلة اللي بتواجه المبتدئين في الأول وبتخليهم أغلب الوقت يمشوا. بس هقولك إيه، لازم تصبر وتستحمل لحد ما تعدي المرحلة الأولية دي، وبعد كده الجرابلينج بيتحول لإدمان بمعنى الكلمة. إحساسها بالظبط عامل زي كأنك بتتعلم لغة جديدة. في الأول أنت مش فاهم أي حاجة، صيني مش فاهم أي حاجة، وبعد كده أول ما تبتدي إن أنت تستوعب الأساسيات والقواعد بتاعتها فجأة الكلام يبقى له معنى. وبالمناسبة لو عايز تختصر على نفسك شهور وساعات سنين بتحتاجها إن أنت تفك الطلاسم دي وتستوعب الأساسيات دي، أنا عامل كورسات للمبتدئين بشرح لهم كل التفاصيل اللي هم محتاجين يفهموها. المشكلة في التمرين إن الموضوع بيبقى بطيء لأن أنت بتتمرن مرة 2 3 في الأسبوع بالكتير، وعلى بال ما تروح للأسبوع اللي بعده بتكون نسيت المعلومات اللي في الأسبوع اللي قبليه. وأحسن حل هو إن أنا أسجل فيديوهات. الفيديوهات دي بتتكلم عن الأساسيات والتقنيات اللي إحنا بنستخدمها في كل حاجة والوضعيات اللي إحنا بنحتاجها عشان نثبت أو نخنق أو نضرب، بحيث إن أنت لو عدى وقت ونسيت تقدر ترجع للفيديوهات دي تاني وتذاكر منها، وبالتالي تتطور أسرع وأحسن بكتير ويبقى عندك نظرة كاملة عن الموضوع من بره. طيب بتشرح إيه في الكورسات المسجلة دي؟ بشرح فيها إزاي توقع خصمك على الأرض بطرق المصارعة، إزاي إن أنت تثبته، إيه الوضعيات اللي إحنا بنستخدمها في التثبيت، أساليب الضرب المختلفة، الإخضاعات اللي إحنا بنستخدمها عشان نكسر الكتف أو الكوع أو نخنق من الأمام أو من الظهر، وإزاي بنوصل لكل وضعية منهم، وإيه أولوية الوضعيات على بعض لأن مش كل الوضعيات زي بعض، والاستراتيجيات المختلفة والطرق الخروج من الوضعيات الصعبة إلى آخره، سواء في الام ام اي أو في الجوجيتسو. والكورسات دي بتفضل معاك سواء أنت بتتمرن في فريق أو بتتمرن مع واحد صاحبك وما عندكش أكسس أو قدرة للوصول لفرق قريبة منك. فلو مهتم ابعت لي رسالة على واتساب، هتلاقي اللينك والرقم في الديسكريبشن، ابعت لي على أي واحد فيهم وأنا هبعت لك تفاصيل الاشتراك. طيب ممكن تكون عارف ان الجرابلينج أأمن، بس انت برضو محتاج تتعلم ام ام ايه. عايز تتعلم ام ام ايه لان في اولويات للسترايكنج اللي في الام ام ايه، في اهميه للسترايكنج اللي في الام ام ايه، ومش عايز تتضرب في نفس الوقت في دماغك ومش عايز ان انت تتاذي. تعمل ايه في الحاله اللي زي كده؟ هل في حل في النص ما بين الاتنين؟ الحقيقه ان انت عشان تتعلم السترايكنج مش لازم تكون مقاتل ام ام اي بيقاتل في القفص، لكن ممكن تعمل حاجه اسمها فلو سبارينج، يعني تتمرن مع حد بطريقه هاديه جدا من غير خبط جاد في الدماغ. وممكن برضو تتعلم على البادز او على الساند باج، واحد يمسك لك البادز ويمرنك عليهم، او تتمرن على الساند باج بتقنيات مظبوطه مع مدرب. فبمجرد ان انت تشيل خطر الخبط في الدماغ تقدر ان انت تتعلم التقنيات والزوايا الصح وكل الكلام ده من غير ما تتاذي. ودي نصيحتي ليك يا بطل. لو انت شاب صغير ممكن تتعلم ام ام ايه، ولو انت بقى في الثلاثينات في الاربعينات في الخمسينات تقدر ان انت تتعلم جرابلينج من غير خطر.
مفيش مشكله ومفيش خطر عليك، وممكن تنزل بطولات ومفيش اي ازمه. ولو عايز تخلط ما بين الاتنين وتهجن ما بينهم، فعندك الاوبشن بتاع ان انت تتمرن بس بالراحه من غير خبط في الدماغ. بس كده، اتمنى تكون استفدت. لو مش عامل فولو اعمل فولو، وتابعني في الحلقات الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير.